حرفيا اللوك ده بيليق على كل الفساتين، حتى لو عروسه هيمشي معاكي. فيلا بينا نعمل اللوك ده مع بعض. اول حاجه استخدمت التونر ده من باي فيسز يا جماعه، تحفه، بينضف البشره من كل الذنوب حرفيا. استخدمت المرطب من امبيروليس يا جماعه، مش لازم يعني، عايزينه صوروه، مش قادره انطوق اكتر من كده. المهم بعد كده استخدمت الفاونديشن من هدى بيوتي وسوما، خلطتهم مع بعض عشان اظبط الدرجه اللي انا عايزاها بالظبط. والكونسيلر ده من سوما حلو قوي، تخطيطه ممتازه، وحقيقي بديل ممتاز لكونسيلرات كتير غاليه ومقاطعه. المهم انتوا يعني بصوا تخطيطه بنفسكم، التغطيه بتاعته عجباني جدا. اغرب درجه ليكويد بلاشر من سوما، بجد يا جماعه هتتصدموا من النتيجه، يعني لونه غريب جدا، موف قوي. ولكن طبعا هتشوفوا دلوقتي النتيجه بتاعته. حقيقي بهرني، اللون رقيق وهادي جدا وتحفه، وثباته طبعا تحفه. عموما كل الدرجات بصراحه عجبتني جدا، بس متوقعتش ان الدرجه دي يعني هترضيني قوي كده، تحفه. من احلى الليكويد كونتور بتاع روبي روز، اللي هو ناحيه كونسيلر ناحيه كونتور، تحفه يا جماعه. الكونتور بحب قوي درجته، دمجه سهل جدا، النقطه بتعمل فرق رهيب. بعد كده استخدمت اللوز باودرز دي من سوما. انا كنت بجربها لكم الاول على ايدي علشان تشوفوا نعومتها واللمعه البسيطه اللي بتديها كده، تحسوها كانها فيها ترطيب، فاهمين؟ مش اللي هو ناشفه اوفر او بتختفي، لا، رائعه جدا. القلم ده من ريل بيوتي، حقيقي يا جماعه هتحبوه جدا. ونرحب النهارده بطقم الفرش بتاع العيون من براشيا. جماعه الطقم ده كده كل فرشه تتحدث عن نفسها. بصوا فرشه الحواجب ورفعها بجد بتفكرني قوي بتاعه انستازيا، اللي هي يعني كانت بالنسبه لي لا منافس ليها. بجد الفرشه دي بتنافسها وبقوه. بوريكم انا دلوقتي كده فرش الطقم بشكل سريع علشان يعني تشوفوه كله. بعد كده حطيت بيزل اي شادو من بيلويز، طبعا تغطيه ممتازه. وطبعا طالما هنبدا في العيون يبقى لازم يحضر جلافز الميك اب من اسراء. بجد يا جماعه الجلافز ده عجبني جدا جدا جدا. بصوا هو بيتلبس كده عشان تبقي واخده راحتك في مسكه الفرش وفي الرسم براحتك على الوش، وفي نفس الوقت ايدك ما تطبعش والسخونه بتاعت ايدك ما تعلمش في الميك اب وتاثر، وبدل ما تلبسي بقى السبونج ويبقى فيه فرد بحيث ان انت كده لابسه حاجه في ايدك تزاولك. بجد ممتاز جدا. وزي ما انتم شايفين انا حطيته كتير على وشي عشان اشوفه بيطبع مثلا او بيتاثر او كده، ما تاثرش نهائي، فالخامه ممتازه. يعني بجد هينفع قوي قوي لكل الميك اب ارتست. نرجع تاني بقى للعيون. استخدمت الباليت دي من سوما، البيجمنت بتاع الاي شادو رهيب رهيب. استخدمت زي ما انتم شايفين الدرجه الفاتحه، وزعتها على كل الجفن بشكل ناعم جدا. بعد كده الدرجه الاغمق شويه، بعد كده استخدمت الدرجه البني. هعمل زي كده الاول، هبدا بايلاينر مموه بس بشكل ضخم، مش على الجفن، مش على الخط رموش بالظبط. بعد كده هبتدي بقى اغمق كل شويه واصغر اكتر، يعني في الاخر خالص بالاسود همشي زي ما انتم شايفين على خط الرموش من فوق ومن تحت، وهبتدي ادمج. ونصيحتي ليكم يا بنات ان انتوا واحده واحده وبالراحه وما تستعجلوش، خدوا وقتكم في الدمج واطلعوا واحده واحده بالاي شادو. تقدروا تكتفوا كده، بس انا حبيت كده احط شويه جليتر من نفس الباليت. والرموش من سوما لو عايزين تاخدوها سكرين شوت عشان تعرفوا الدرجات، تحفه على العيون، تحفه. الهايلايت ده من شمس يا جماعه. الهايلايت بتاع شمس بصراحه يتحدث عن نفسه. انا ما حبيتش صدقوني اقطع لكم الحته عشان يعني تعرفوا ان انا بنفس الفرشه عملت كل الشغل ده، يعني انا ما اخدتش تاني، فاهمين؟ بصوا قوته رهيب 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 بجد. بعد كده كنت اول مره اجرب القلم ده من شي جلام، حلو قوي الدرجه بتاعه التحديد. وقلت اجرب الحركه بتاعه القلب دي بقى اللي طالعه جديد وكده، هي فعلا هتسهل عليكم يا بنات. لو اي بنات مبتدئه مش بتعرف ترسم قوي شفايفها، لا هتسهل عليها الحركه دي. اتصدمت هنا طبعا من درجه بقى الروج نفسه، يعني درجه صعبه جدا، فقلت اعدله بسرعه. استخدمت الروج ده من اني كلاين، ظبط معايا قوي الدرجه. الليب جلوس ده من جوسي بيوتي. يا جماعه عايزه اقول لكم ده لازم يبقى مع كل ميك اب ارتست. ليه؟ لانه بكل سهوله بينقل اي روج فيه درجه بتبقى رايحه على بينك شويه، كشمير شويه، لا بيلغي التون ده تماما، يعني بيغير التون، فاهمين؟ فحبيته جدا جدا جدا، مهم قوي. ولكن انا عشان حسيت مش عايزه لمعه مع لمعه العيون، فبصراحه خففته، ولكن هو عجبني قوي. قولوا لي ايه رايكم في اللوك بتفاصيله، وطبعا حبوا معايا.